السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد إيقاف أحمد شوبير المفاجئ، الحلقات اللي كان بيطلع فيها وبيتكلم فيها عن جمهور الزمالك اللي كان بيسب ويغلط في كل المنظومة وما كانش بيتعاقب، فكان بيطالب بعقابه، وده أبسط حقوق يطالب بيها أي إعلامي، فما بالك بإعلامي موجود في قناة الأهلي. فطبيعي يدافع عن جمهور الأهلي اللي اتشتم، وعن إمام عاشور اللي اتشتم، وعن كل الناس اللي كانت بتتسب جوه الملعب وبره الملعب. فللأسف طبعا اللي حصل إن إيقاف شوبير عامل ضجة كبيرة وعامل غضب كبير لدى الأهلاوية، وعلى رأسهم طبعا الأهلي خط أحمر سابقا، ودلوقتي في ظهر الأهلي طالع فارس بيعلق على الموضوع ده على صفحته، بيقول: زي ما الفريق مطالب يدافع عن لقبه، احنا كمان هنا في قناة الأهلي دورنا ندافع عن النادي الأهلي وحقوقه. مش هنسكت عن حاجة الأهلي بيتظلم فيها، خصوصا في وجود البعض اللي عمره ما ادى الأهلي حقه، وهدفه طول الوقت التقليل من إنجازات الأهلي. وأعتقد إن دي حاجة ما تزعلش حد، لأن ده أصلا دور الإعلام الفئوي. ده طبعا بالنسبة لدوره ان هو يرد غيبة احمد شوبير، لان طبعا توقف لمدة اسبوعين. وفارس كمان بيفضح بيان نادي الزمالك وبيعلق عليه وبيقول: اللي حصل طبعا في بيان نادي الزمالك هيفضل موقف دفاع نادي في بيان رسمي عن جمهور خاض في الأعراض وتعرض لحرمات البيوت، هو موقف عار على الرياضة المصرية كلها، وهيفضل موقف مخزي لنادي الزمالك، وهيفضل عار عليه غير مسبوق في تاريخ أي نادي في العالم، وسلوك لا موجود لا في رياضة ولا في دين ولا في أي شيء له علاقة بأخلاق، وهيفضل سلوك غلط ولازم يتوصف إنه غلط، ومش هينفع نسكت على ده. بيكمل فارس وبيقول: اعتقد ما بقاش في مجال ان الاهلي الفترة اللي جاية يترفع مع اي واحد بيظهر على شاشة وينشر عنك اخبار كاذبة، او بيقول اي اساءة ضد اي فرد في منظومة الاهلي، وما اكثر من اللي بيعملوا كده. وللأسف الاهلي بيترفع عن ده وما بيتكلمش وما بيشتكيش وما بيرفعش اي دعاوي لإيقاف الاعلامي ده او وقفه. احنا شفنا ناس بتفبرك اخبار عن خناقات بين لاعبين، شفنا متحدث رسمي لنادي بيهدد لاعب في الاهلي على الهوا وبيحرض الجمهور عليه، احنا شفنا اعلامي بيحرض علينا مرة جمهور الترجي ومرة جمهور الهلال السوداني ومرة جمهور الرجاء، ده غير سنوات من تحريض جمهور الاسماعيلي والمصري على الاهلي وجمهوره. احنا شفنا واحد بيقول على نفسه اراجوز، وصل للدرجة انه يقول على الهوا حل ازمة الرياضة المصرية ان الاهلي ما يبقاش موجود، لان طول ما هو موجود مفيش حاجة هتتغير، وهيفضل هو البطل والباقي كومبارس. دي بس مواقف قليلة من اساءات للاهلي، اقسم بالله الاهلي جبل انه كمل وعرف ينجح وسط هذا الجو الفاسد. وعشان كده لو ده الجيم اللي اي نادي عايز يلعبه مع الاهلي، فاكيد النادي ده هو اللي خسران، لان الاهلي عنده بطولات ونجاحات وانجاز جديد كل يوم يرد بيه في الوقت اللي غيرنا ما عندوش اي انجاز.